هلا والله. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من زعكوركس.com وزعكوركس.academy. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الناقد الحراق. رجعنا تاني نعمل نقد حراق زي زمان بناء على طلبات الكثير منكم الحقيقه. يعني ناس كتير طلبت ان احنا لازم بقى نرجع نعمل نقد حراق تاني، وناس كتير طلبت البودكاست الصوتي كمان. لو ما كنتش سمعته ممكن تسمعه تحت في الديسكربشن الفيديو، ولكن البودكاست الصوتي ممكن يعني نأجله شوية، لكن النقد الحراق ما اقدرش اتاخر عليكم ابدا. فالنهارده معانا شويه بروفايلات لناس وشغل حلو جدا وكتير جدا الحقيقه. الاقبال كان تاريخي على الفيسبوك الحقيقه، وانا كمان كنت عامل بوست على الكوميونتي تاب بتاع اليوتيوب او منتدى يعني القناه. ناس كتير جدا بعتت، فما اعتقدش ابدا ان احنا هنقدر نشوف كل الناس دلوقتي، لكن هناخد يعني اكبر قدر ممكن باذن الله، عشان برضو ما نهدرش حق الناس، عشان كل واحد ياخد حقه وهو مستريح يعني. يلا بينا نبدا على طول من غير رغي كتير في اول بروفايل من على الكوميونتي تاب بتاع اليوتيوب. يلا بينا. طبعا احنا هنبدا من تحت، علشان المفروض ان الكومنتات اللي تحت دي اعتقد ان هي الاقدم، فعشان ايه نشوف بالترتيب يعني. تعالى كده نشوف. حسن وده، اسف مش عارف انطق اسمك يا حسن ده اذا كنت اصلا اسمك حسن. اسمه حسن عويده تقريبا، صح؟ حسن عويده، اوكي. حسن بعت لنا حاجه كونستراكشن سوشيال ميديا ديزاينز، هايل جدا. يعني مبدئيا شكلها حلو، هايل جدا الحقيقه، شغل محترم، محافظ على الايدنتيتي بتاع الشركه او بتاعه اللوجو بتاع الشركه، فده حلو جدا الحقيقه. والفونت كمان عاجبني قوي، العربي اللي هو سريه معلومات العملاء تمام. الاول برضه الاد ده هايل وده جميل قوي. خير الكلام ما قل ودل، وهو ده متعه شغل السوشيال ميديا. انت بتعمل اعلان اكنك بالظبط بتعمله على بيل بورد في الشارع، ولكن جوه السوشيال ميديا، فده احييك عليه الحقيقه. الشغل عاجبني قوي، مفيش عليه غبار يا معلم. يعني يمكن هنا بس اللي الفونت كبر شويه، وكان ممكن يطلع لفوق في الحته الوايت دي، الحته البيضاء كنت ممكن تملاها شويه، يعني ممكن يعني يتوزع بشكل افضل من كده. لكن انا البوست ده مش مريحني الحقيقه، ترتيبه التكست نفسها فيها حاجه مش مريحه عيني يعني. هنا جميل جدا، لذيذ قوي اللعب بالفونت هنا، وده حلو قوي. ابن بيتك خليك مميز مع النماء، حلو قوي ده. وده برضو عاجبني قوي، سيمبل. وطبعا اكيد تاني هقولها لك تاني، احسن حاجه في الديزاينز دي ان انت محافظ على الايدنتيتي بتاعت الشركه، وده ممتاز. افكار حلوه قوي، وده طبعا روعه بما اني يعني بشتغل في النجاره، فانا عارف ايه ده. عندي انا اللي على فكره ميزان ليزر جميل جدا يا معلم، مفيش ما شاء الله يعني، شغلك لا غبار عليه. ثانك يو. مش عارف دي انت اللي عاملها كمخطوطه ولا انت عامل فيها ايه، ولكن برضه هايله جدا. احييك جدا يا حسن عويده على البروجكت ده، بروجكت محترم فعلا. انت اخترت افضل قطعه، لان احنا دايما في المقدار الحرق بنقول اختاروا افضل قطعه عندكم، ودي قطعه ممتازه. مفيش بصراحه مش لاقي كومنت اقوله خالص غير الكام حاجه البساط اللي احنا قلنا عليهم، ولكن غير كده يا معلم شغلك الله ينور عليك، بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك. اللي بعده سان بعت لنا بيقول مرحبا، وبعت شغل سيلك رود اديتنج. سلك يعني انت بتعمل عملت ايه؟ مونتاج يعني؟ طبعا هنقفل الصوت علشان حقوق. اوكي، حلوه قوي الحته دي كموشن جرافيكس. بس انت عامل اديتنج عشان بس نفهم، يعني انت اللي عامل الاديتنج فقط المونتاج يعني، ولا انت اللي عامل الموشن جرافيكس؟ هو لو اديتنج هايل يعني، الشغل ظريف ولطيف، لكن للاسف مش قادر اسمع الصوت، نعمل سايلنت. لكن طبعا حلو جدا. لو انت طبعا اللي عامل الموشن جرافيكس دي حاجه تانية، شغل محترم جدا بصراحه، عجبني قوي. الله، مش انا كنت عملت سايلنت؟ حلو جدا التكستشر ده على الصور دي، عرضها بشكل مختلف. لكن انا برضو ما زلت مش عارف هل انت اللي عامل شغل الموشن جرافيكس ولا الايديتنج فقط. فياريت تقول لنا في الكومنتات انت عملت شغل ايه. ولكن الشغل حلو قوي كايديتنج على فكره، ممتاز. وكموشن جرافيكس احييك لو انت اللي عامله، ممتاز. ايه اللي بعده؟ مفيش حد هيتلسع النهارده ولا ايه؟ عمران المليح باعت البيهانس كله. اوكي، creating beautiful professional design، مش عارف ايه. اوكي، تعال نشوف كده حاجه لعمران بما انه باعت كل حاجه. فتعال نشوف ده كده. انترو ثاندر عشان كذا. ماشي، تعال نشوف الصوت هنلغي بس الصوت. جامد قوي يا معلم. هو بس مش عارف ليه لو كواليتي، يعني الكواليتي ضايعه
بس حلو قوي الانيميشن ده، ممتاز، عجبتني قوي. عمران على فكره، عمران معانا في الاكاديمي بتاعت زاك ووركس، جميل جدا جدا، حلو قوي ده عمران. تعالوا نشوف كده حاجه تاني، جامد جدا، حلو قوي ده، الالوان جميله، اللايتس هايله يعني. بس اللوجو كان يعني بيطلع بطريقه غريبه شويه، كان ممكن يطلع احسن من كده شويه، ولكن يعني احييك برضو، جميل جدا. انا عارف ان انا شفت لك كذا حاجه، بس بصراحه عشان الشغل عجبني. تعال نشوف العربيه دي. ايوه بقى، ورشه نكست بقى، شغل ورشه نكست ده يا معلم. جامد جدا يا عمران، هايل. بس عيب يعني، انت بتاخد معانا ورشه نكست، المفروض كنت تعمل شغل في العربيه اكتر من كده. الالوان مش عارف يعني، حلوه، بس الابيض ده انا مش حابه. يعني الازرق كان اجمل بكتير على فكره. يمكن انت استخدمت اللون ده مع الابيض علشان اكيد مع الازرق هيبقى فاقع قوي للعين، لكن جميل يعني، نقدر نقول حلو برضه. تعالى كده نشوف الحته بتاعت اللوجو دي. لا اللوجو يا معلم فيه مشكله. بص الحته دي، عندك اللوجو هنا بيتنطط، لازم تظبطها دي. كنت عملت ده او بي جي او اف بي اكس وركبتها على اللوحه. يعني لو انت بتشتغل اليمنت 3 دي، وده اكيد طبعا اليمنت 3 دي، كنت حطيت اللوجو على اللوحه نفسها، فاهم قصدي؟ كنت عملتها في جروب ودخلت اللوجو جوه الجروب ده مع اللوحه، هتظبط معاك وهتقفش، ما تقلقش هتمسك يعني. لكن احسن ما يبقى متنطط كده. جميل جدا، بس يعني شويه جلوسنس برضو لبادي العربيه هيبقى احسن بكتير، وللازاز هيديها واقعيه اكتر. طبعا الموشن بلور، انت مش عامل موشن بلور للعربيه ولا إيه؟ لا مش عامل موشن بلور للعربيه، هيبقى حكايه، صدقني هيبقى حكايه. وطبعا حرك العجل عيب يعني، ده احنا في درس كامل لتحريك العجل، فلازم تحرك العجل طبعا عشان تديها واقعيه، ولازم موشن بلور، لازم يا معلم. الفونت مش عاجبني قوي، وده برضو الجيني ده مش عاجبني قوي. يعني الفونتات دي كانت ممكن تبقى افضل من كده بكتير، معرفش ده ممكن يكون اللوجو، فهنسامحك في الحكايه دي، ولكن بشكل عام رائع جدا، عجبني بصراحه، هايل جدا يا عمران، شغل محترم. تعال نشوف اللي بعده. فادي باعت بروجكت على بيهانس. تعال نشوف كده فادي باعت ايه. فادي يسري، دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، هو فيلم لذيذ صح. بيرسونال كي ارت، بيرسونال كي ارت، معلش. حركات الازاز عجباني، مش كبر كده يعني. هنا ريزولوشن مش قوي، وهنا ريزولوشن واضح جدا، وهنا كمان، وهنا مزغلل، فاهم قصدي؟ يعني في مشكله في تعدد الريزولوشنز عندك. يعني هنا بص واضح جدا كاركتر، وتحتيه على طول الدنيا، انا عارف ان دي مبكسله. طب كنت عملت كله كده يعني، فاهم قصدي؟ يعني كنت عملت الشخصيه بلوري عشان تتناسق مع السور اللي انت حاطه ده، او كنت تجيب حاجه 3 دي او صور 3 دي، او ممكن لو انت بتشتغل 3 دي، او حتى لو فوتوشوب على فكره كنت ممكن تعملها، لكن اوف شويه. الحكايه دي خرجتني من المود بتاع البوستر، لان البوستر بصراحه متعوب عليه جدا، حلو قوي. اللوجو برضو مش عارف ده نفس اللوجو الشركه ولا انت اللي عامله، يعني بعيدا عن كده. لكن التكستشر اللي انت حاططه او الفلتر اللي انت حاطه على وشوش واجسام البني ادمين عاجبني، عامل اكن دي مجله او كوميك. البوستر من بعيد عظمه قوي، لكن شويه الحاجات البسيطه اللي احنا قلنا عليها دي، يعني شويه الحاجات البلوري مع شويه الحاجات الهاي ريزولوشن قوي، لا كنت ممكن تخفيها تبقى اجمل بكتير، او تعملها انت من اول وجديد، ترسمها من اول وجديد شيبس، وتظبط بقى الاضاءه بتاعتها على الفوتوشوب، كانت هتبقى اجمل بكتير. والازاز احييك على حركه الازاز الحقيقه، عجباني يعني، مش وحشه خالص. لا بوستر متعوب عليه، عجبني قوي. اللي بعده، قدرويش باعت الويب سايت بتاعه، ويلكم تو درويش بروفايل بورتفوليو. ايه يا معلم، ايه؟ مش عارف اخش على حاجه، المونتاج اعتقد صح، مونتير صايع قوي. عجبتني الحركه دي بتاعت ان انت حاطط التايم لاين بتاع كل فيديو. الحركه دي حلوه قوي، مش عارف شو يعني انت اللي مخترعها ولا شفتها فين. الحركه دي صايعه قوي، عجبتني يعني، وريتني ما وراء الكواليس. ممكن مش ناس كتير تفهمها، بالذات اللي مش شغالين في مجالنا، ولكن هايله قوي. دي حاجه. الحاجه التانية، انت حاطط في اول البورتفوليو اول 3 اعمال اللي هم التوب قوي عندك، يعني الملايين اللي واخده الحاجات الملايين، وده برضو مش وحش يعني، دي حاجه كويسه. تعالوا نشوف كده الفيديو ده. استنى، احنا بنتكلم انجليزي.
اوكي. انت اللي عامل طبعا شغل المونتاج كله، وده جميل جدا، مش وحش خالص، هايل يعني. متعب جدا الشغل ده، لان انا يعني معكوك في الحكايه دي بقالي 6 سنين يوتيوب اهو. فالموضوع فعلا متعب جدا، ان انت تقعد تعمل المونتاج وتقعد تركب الانسرتات والرول والبي رولز. الموضوع بياخد وقت، لكن جامد جدا يا معلم. مفيش اي حاجه تاني في الويب سايت كده خلاص. اوكي هو حلو، بس حاول تزود شغل شويه. يعني حاول تعمل لينك هنا، انا معرفش ده فعلا حقيقي ولا يعني ممكن ما يبقاش موجود. هندوس كده. يعني هم دول بس. لا، حاول تزود شغل شويه درويش. يعني حاول تعمل لينك بورتفوليو او وات ايفر هتعمل ايه. لكن حط شغل تاني ليك عشان الناس تتفرج، مش بس 3 فيديوهات. يعني لو اي حد هيعمل لك هاير او لو تشيل فريلانس، لا احنا محتاجين نشوف شغل اكتر من كده. حاول تعمل لينك، لازم تحط شغل اكتر من كده بكتير، لكن 3 مش هعرف احكم عليك كواحد عايز اشتغل معاك فريلانس او حتى فول تايم او بارت تايم. دي النصيحة الوحيدة يا معلم. اللي بعده، هذا أفضل مو أبو كوريان. هذا أفضل تصميم لي الفترة الأخيرة. لسعنا كابتن، تعالى باشا يلا بينا. محمد أبو كوريان تقريبا من ليبيا. يا هلا والله. مارس جيت. اوكي تعالى نشوف كده المارس جيت دي بتقول ايه. حلو جدا ككونسبت، لكن ريزولوشنز برضه ضايعه. يعني العنكبوت ده مش عارف ايه لازمته، مش عارف ده عنكبوت ولا انت كان قصدك تعمل ايه، بس يعني اوف خالص، طالع بره خالص كده. طيب يعني ده ايه؟ دي الكرة الأرضية فهمناها، طب دي ايه؟ ملهاش أي لازمة خالص خالص، مش متوظفة صح يعني. مش عارف ده ممكن يكون كوكب، يعني قصدك كوكب ورا، ولكن ده مش شكل كوكب خالص يا معلم، ولا حتى ده شكل القمر خالص، لا يعني لازم يبقى واخد اوباسيتي مختفي، واخد حتى كولر مود ايا كان، لكن اوف خالص. يعني مثلا عندك الحته بتاعت الجبل دي او الارض دي من هنا يعني مزغلله، واللي ورا السما دي شاربنس، فطبعا مش لايقه، مش محسسني ان انا شايف حاجه فيها رياليزم او واقعيه يعني. محتاج تظبيط، محتاج تظبيط كتير. شكل الكواكب مش حلو خالص، ومش عارف ايه ده سباركس دي ولا ايه؟ النقط دي مش عارف برضو لازمتها، فلا محتاجه يا باشا يتظبط شويه البوستر ده. يعني الموقع حلو اللي انت مستخدمه ان هو يعني ملزوق على الحيطه. الكواكب دي يعني الكوكب ده القمر ده تقريبا، وده مش عاجبني. الفونت حتى برضو لازم يتغير شويه، لازم يتلعب فيه اكتر من كده. ده مش فونت تستخدمه في مارس جيت، ده فونت تستخدمه في حاجه كلاسيك، مصنع بدل، محل بدل كونكريت مثلا، ايا كان. لكن ده مش في حاجه ليها علاقه بالمستقبل او ليها علاقه بالفضاء. لازم الفونت ده يتلعب فيه ولازم يتغير. مارس جيت لازم تبقى اجمل من كده بكتير. الايه لازم يتلعب فيها، الجيت نفسها لازم تبقى اصغر من كده، واخده تراكنج مثلا معين، او الحروف بعيده عن بعضها شويه. لا في لعب كتير قوي، في لعب كتير قوي ممكن تلعبه في التكست او اللوجو يعني، او المين تايتل بتاعك، عشان يبقى اجمل من كده بكتير. انت ممكن تودي البوستر ده في حته تانية خالص لو اديته شويه وقت. مارس جيت الفونت ده اوعى تستخدمه في اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، او اي حاجه ليها علاقه بالكواكب والفضاء والعلم او ساينس فيكشن او الحاجات دي. لازم الموضوع يبقى واخد حقه، يعني كل حاجه رايحه ناحيتها. فده اللي اقدر اقوله لك الحقيقه، يعني كفايه كده عشان يعني انا بهدلت الدنيا خالص. ولكن تسلم ايدك، يعني تسلم ايدك طبعا اكيد على الشغل، وطبعا اشكرك ان انت شاركت معانا. لكن يعني شويه الحاجات دي لازم تاخد بالك منها يا محمد ابو كرام. اللي بعده، احنا كده خدنا كام بروفايل مش عارف الحقيقه، ولكن انا مش عايز الحلقه دي تبقى طويله عشان ما تبقاش ممله. ولا انتوا ايه رايكم؟ ناس كتير قالت ان احنا عادي اقعد نص ساعه ساعه يعني، بس مش عايز يعني برضو الموضوع يطول قوي يعني. طيب تعالوا نشوف كده، وقولوا لي برضو في الكومنتس يعني حابين الحلقات تبقى مدتها قد ايه في النقد الحراق، علشان ما نسرحش يعني. ده مين اللي قاعد ده؟ مش عارف اقرا الاسم برضه، اسم غريب قوي. ناروتو سكاي كالو، مش عارف. ناروتو ساسكي، ناروتو ساسكي. ماشي. Your videos here. مش عشان اوكي حلو.
ده اعلان لحد بينزل شاشات في الشارع، يعني في مجمع دريم سيتي. ده مصر ده ولا ده ايه ده؟ لا دي مش ارقام مصر. حلو جدا يعني كبوست جي اي اف مثلا على فيسبوك مثلا. حلو يعني، شغال حلو. كاعلان لحد بيعمل يفط او بيل بوردز في الشارع بتتاجر، ممتاز الحقيقه، يعني يمشي الحال حلو جدا. ولكن طبعا اكيد في افضل من كده بكتير، ولكن يمشي الحال. يا ناريتشو، اسف بقى مش عارف اقرا اسم، انت اللي كاتب اسم غريب قوي. ربيع السعيد. شايفين الاسامي؟ هي دي الاسامي ولا بلاش؟ يلا بينا. ازاي قلل تكلفه الاعلانات واعلانك يعني يا عم ربيع، ايه الفلنكات دي يا معلم؟ اوكي. يا راجل ماشي. يعني في حاجات كتير جاهزة، لكن حلو سيمبل بيوصل الفكرة، ولكن يعيبه ان هو كله تكست، مفيش جرافيكس، مفيش حاجة تشدني، كله تكست. ولكن يمكن انت عامله لفئة مستهدفة معينة. يعني حوار الطيارة مش عارف الموبايل اللي في الاول شدني جدا، شدني في اول 3 4 ثواني، حتة الفنجان حلو قوي. لكن بعد كده كله تكست، لا زود شوية. يعني حته عجبك الفيديو ادفع، مش عارف ايه ما عجبكش لا لازم يعني مثلا علامه كده، واحد مثلا متضايق، واحد فاهم قصدي. يعني لا كنت ممكن تزود شويه حاجات في الاخر برضو تخليني مكمل ابهار، او مكمل ان انا مبسوط وانا قاعد بتفرج، شايف حاجات كتير بتتحرك قدامي. بس يعني هي دي الايه الكومنت يعني. ولكن جامد يا ربيع، لكن حته معدي الفلنكات دي غيرها يعني. عارف ان الكافيه ساعات بتحكم، ولكن مش كده يعني. ابراهيم حامد، يلا نشوف ابراهيم بعت ايه. بعت بيهانس كيمستري بوك لي اوت، حلو قوي. ابراهيم حامد لي اوت كتاب للكيمياء جديد، ده ما شفناهوش قبل كده عندنا في النقد الحراق، او يمكن شفناه بس مش فاكر. حلو قوي، كلين، واضح المسافات او المساحات البيضاء ما بين كل حاجه والتانيه ممتازه، احييك عليها. يعني انا مش تعبان وانا بقرا الكتاب. حلو قوي الحته الاستريبدايه اللي انت عاملها دي برضو، دي حلوه قوي. يمكن في مساحات بيضاء كبيرة قوي في الجوانب، يمين وشمال وفوق تحت كتير قوي، ولكن ممكن يكون يعني مقصود علشان مثلا ده ممكن يبقى كتاب كيمياء للأطفال الصغيرين مثلا. حلو جدا، الألوان متناسقة، يعني كلاوة كتاب جميل مريح للعين. ولكن انا ما بحبش الكيمياء الحقيقه. انا كنت اصلا في تانية ثانوي كيمياء واتبهدلت الحقيقه، كنت بذاكر طول السنه كيمياء وفي الاخر جبت 20 من 50. والله ما كنت بذاكر غير الكيمياء في حياتي كلها، طول السنه كيمياء عضويه عضويه عضويه، كتاب كيمياء قد كده، في الاخر جبت 20 من 50. والله ما كنتش ذاكرت كنت جبت كام. علل يعني شيك نيت متعوب عليه، عارف انت روقان. الله ينور عليك. كتاب يعني فاهمين قصدي، كتاب كيمياء هو كده لازم يبقى كده، ولكن انت مزود الالوان وعامل ابهار، فده حلو. يعني ده بصراحه في بونص ليك ان انت مزود الالوان وعامل لي تايتلز والوان هنا ولون هنا ومش عارف ايه وحركات سيمبل وبسيطه، تناسق الالوان والفونت كمان مريح جدا للعين. فده هايل هايل هايل، عجبني جدا، عجبني البروجكت ده يا معلم. جميل، ان اعتقد انت ده شغلك اصلا، يعني ده تخصصك ان انت تشتغل في اللاي اوتس بتاعت البوكس والحاجات دي. فده جميل قوي، هايل جدا يا ابراهيم يا حامد، حلو قوي، عجبني شغلك الحقيقه. اعتقد ان كفايه قوي كده نقد حراك. يعني مش فاكر حتى احنا خدنا كام بروفايل، ممكن 1 2 3 4 5 6 مش عارف برضو، مش عارف اعدهم الحقيقه يعني ذكريات. كبدايه حلو جدا. احنا طبعا ما خدناش ولا بروفايل من على الفيسبوك، كل ده احنا قاعدين على الكوميونتي تاب بتاع منتدى القناه. فشكلنا هنضطر نعمل بقى حلقات جايه كتير نقد حراك، علشان طبعا عيب يعني الناس اللي شاركت معانا ما يحسوش ان هم يعني ضحك عليهم يعني. اعتقد ان احنا ان شاء الله الايام اللي جايه لازم نثبت يعني نقد حراك باذن الله. لازم نعمل حلقه باذن الله على طول، ممكن حلقه في الاسبوع، ممكن يعني مش عارف لسه الحقيقه، ولكن ان شاء الله هنظبطها باذن الله. ولكن انا عايزكم تساعدوني شويه في الكومنتس، تقولوا لي انتوا عايزين الحلقه تبقى مدتها قد ايه، لان انتوا المقياس الوحيد للموضوع. يعني هل حابين ان احنا نمسك 5 6 بس ونلسوعهم ولا حابين ان احنا تبقى الحلقه مدتها ساعه، ساعه ونص، ساعه الا ربع؟
ايا كان، يعني مدتها تبقى طويله، ونقعد بقى نتفرج على شغل كتير، ويعني نعيش بقى ننغمس في الحكايه دي. فيا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت انتوا حابين ان الحلقه تبقى مدتها قد ايه. فاكيد الكومنت طبعا، لان الحلقات دي في الاول وفي الاخر ليكم انتوا يعني. فيا ريت يا ريت تفيدوني في الكومنتس تحت انتوا حابين تشوفوا ايه. وطبعا اكيد ما تنسوش ان احنا عاملين خصومات هايله جدا بتوصل ل 50% على zakworks.academy. كورس موشن جرافر، كورس فيروس، كورس نيكست. كورسات هتنفعك جدا لو عايز تخش الموشن جرافيكس وهتبقى محترف للموشن جرافيكس في وقت قصير جدا. ده غير الدعم الكامل على جروب الفيسبوك الخاص بالمتدربين بالاكاديميه. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. كان معاكم محمد زقزوق من zakworks.com و zakworks.academy. اشوفكم الحلقات اللي جايه. السلام عليكم.